السلام عليكم ورحمة الله، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غيكون واحد البريوش أشكال مختلفة بعجينة واحدة، كذلك فقاص بسيط وسهل التحضير بالتمر اللي مولفة كنوجد معكم، ولكن بشكل جديد شكل آخر. باش ندوزو أتاي يعني بواحد الطريقة بسيطة بزاف سريعة. هنايا خديت كيلو ديال الدقيق، كنضيف له معلقه ولا 2 معالق ديال النيدو، كنضيفو كاس ديال الزيت الدقيق، كنخليوه جانبا. هنايا ندير واحد الكاس ديال السكر مع كاس ديال الحليب ومعلقه ديال الخميره، وكنضيف كاس ثاني ديال الحليب. هنايا الغايه من هذا الخليط هذا هو انني السكر نفزقو. دائما السكر ما نضيفوش للدقيق يكون مازال ما فازكش، لان كيدقص لينا الكريسات. يعني الا بغيتو الكريسات يجيكم هشاش بزاف، دائما الحليب عفوا السكر نذوبوه في الحليب ولا في الماء. ضفت واحد ملعقه هكا الزبده، كنخلط هذا الدقيق مع يعني مع الدهن مزيان مزيان. ومن بعد كنبدا كندير هذاك الخليط اللي درنا من السكر والخميره والحليب، وكنبدا كنكمل العجين ديالي بالماء ولا كنكملو بالحليب، كيبقى لنا اختيار. كنضيف الملح من بعد، دائما الملح من الاحسن كنضيفوه للعجين من بعد، وكندلك العجين ديالي مزيان مزيان، ما نخليوش قاصح بزاف، ما يكونش خفيف بزاف باش ما يعذبناش. وبالنسبه للماء راني درت هكا تقريبا، ضفت واحد كاس ونصف ديال الماء، يعني كيبقى حسب العجين وحسب يعني حسب الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي ما يشربش، يعني كيبقى الماء حسب يعني العجين. صافي من بعد ملي كندلك العجين ديالي كندهنو بالزيت، كنديرو في شي اناء كنغطيه مزيان ولا كندير بلاستيك، المهم كنخليه يخمر مزيان مزيان. ندوزو للتمر. بالنسبه للتمر جيت غسلت التمر ودرتو في كسكاس، درتو يتفور. الطريقه هذه سهله بزاف بزاف من اننا نديرو التمر، نحيدو العظام نديرو في كسكاس تاع وعاد نفوروه هكا، عاد نحيدو العظام. كتجي واحد الطريقه سهله وسريعه بزاف بزاف. انا كنت مزروبه صراحه، جاتني صعيبه انني يعني جربت الطريقه، جاتني عمليه. وعجنتو وخليته جانبا، وندوزو للعجينه ديال القاص ديال التمر. هنا كناخذ 6 ديال البيضات، كنديرو انا عندي هنايا العجين مضاعف، 2 كيسان ديال السكر، 2 كيسان ديال الزيت، واحد رشيشه ديال الملح. كنضيف واحد العلبه ديال الحليب ولا علبه ديال الطانون، كيبقى لنا اختيار يعني نفس كتبقى نفس الطريقه. كنبدا كنضيف الدقيق. هنا عندي كيلو ديال الدقيق وغنضيف له 2 خمارات، وكنبدا كنخلط الخليط مزيان مزيان. ويبقى خصني الدقيق كنضيف كذلك الدقيق كما كتشوفوا معايا شحال غنضيف على الكيلو. هنا ضفت الكاس الاول. كنبدا كنجمع العجين. من الاحسن هاد العجين هذا يكون هكا رطب شويه، ما يكونش قاصح، ما نقصحوش باش ما كيتشقليناش هذا الفقاص. صافي ضفت كاس على كيلو ديال الدقيق. ندوزو للعجين ديال التمر، كنضيف معلقه ديال الزبده، واحد الفاني، واحد 2 معالق هكا ديال الخل، عفوا ديال ماء الزهر. صافي كنجمع العناصر، كندير القرفه كتبقى اختياريه، نضيفوها ما بغيناش يعني كتبقى اختيار. صافي كنكور العجين ديالي وكندوز نشكل كذلك، نكور هذا العجين هذا غنقسمو الى نصفين. النصف غنخليه عادي، والنصف الثاني غنضيف له واحد 2 شاصي ديال الكاكاو. وغنضيف لهذا الكاكاو غنضيف شويه ديال الزيت باش كيف نجمع هذا العجين، باش كندخل فيه هذا الكاكاو. صافي ملي ندخل فيه هذا الشوكولا غنجي وغنقسم العجين ديالي. كما كتشوفوا العجين ديال التمر قسمته على 4، حتى العجين غنقسموه على 4. هذا ديال الشوكولاته غنقسمو على 4، والعجين العادي غنقسمو على 4. هنايا غنستعمل بالدقيق بالبلاستيك عفوا،
يعني البلاستيك يساعدنا بزاف بزاف. كما شتوني سرحت العجين ديال الشوكولات واحد الكويره، كنجيب واحد الحربول ديال العجينه ديال التمر، كنديرو كنبدا كنلف، وغنجيب العجينه العاديه غنسرحها كذلك. من نسرحها يعني كما غتشوفوا معايا، يعني غندير هاد الطريقه هذه، وغندير العكس ديالها، غنعاود عاوتاني غنلف هاد العجين على الحرب الاول كما تشوفوا. غنحاول نجمع العجين ديالي هنايا باش كنختصر الوقت، يعني باش ما نبقاش كندير بزاف ديال الحرابل. هنايا درت انا هاد الحرب الكبير، وغنقسمو غيعطيني جوج حرابل. صافي غنديرهم في الطاوه هكا. كنستمر بهاد الطريقه دي، يعني هاد الشكل الاول اللي غيكون اللي كيكون فيه العجينه ديال الشوكولات الاول فيه هذاك الحربول ديال التمر، كيبقى بنفس الكيفيه. وبالنسبه للثاني غيكون غير العكس، يعني كما درنا في الاول الشوكولات غنديرو في الوسط ديالو العجينه العاديه، وغنديرو في الاخر العجينه ديال الشوكولات كما كتشوفوا معايا. دائما نحاولوا اننا نستعنوا بالبلاستيك، كيعاون بزاف، لان هذا العجين اللي درناه في وسط العمل يلتصق لينا. البلاستيك كيساعد بزاف بزاف. صافي كنشعل الفرن ديالي، ما يكونش الفرن مسخنه بزاف، غير شي شويه، غير تقريبا هكا ما بين الدافيه. كندخل هاد الفقاص، بغينا نجيب واحد الشوكه وكنحاولوا اننا نديرو فيه ثقوب باش ما كيتشقليناش. بغينا نخليوه هنا اغلبيه ما كنثقبوش وما كيتشق حتى شي حاجه. صافي كما تشوفوا معايا نديرو في الطاوه، ندخلو الفرن على نار مهيله بزاف حتى كيكمل الطياب ديالو، وما نخليوش يفوت الطياب بزاف. الا فات فيه الطياب راه غيتشقق لينا، وكذلك غيتهرس لينا. ملي نبغيو نقطعوه كنهبطو لتحت يتحمر، كنخرجو وكنغطيه بشي توب وندير عليه شي بلاستيك بحال هكا كيف يرطب معنا. انا غندوز للعجين ديال البريوش، كنحيد منه الهواء ديالو، كنقسمو، لانني هنايا غندير يعني اشكال مختلفه كيف ما غتشوفوا معايا. كما شفتوا معايا قسمت العجين ديالي على 4. غنجي لواحد جوج كويرات غنديرهم هكا، نشكل منهم كويرات كما غتشوفوا معايا. غنديرهم هكا في واحد النصف، غنقلبو كما تشوفوا معايا، نضغط عليه شي شويه، غندير فيه الشوكولاته ديال الدهن، ولا الا كان عندنا القطع ديال الشوكولاته نديروه. هنايا درت هاد القطع ديال عفوا الشوكولاط. جمعت العجين ديالي مزيان مزيان باش ما كيخرج ليش هذاك الشوكولاط كامل. كنديروه في الطاوه. قبل ما نديرو نضغطوا عليه هكا شي شويه، غنديرو في الطاوه، يعني ما نخليوش العجين ديالنا يبقى هكاك باش ما كيجيوناش الكريصاص غلاط بزاف. والكويرات الثانيين اللي ما فيهم حتى شي حاجه عاديين، تشوفوا معايا يعني التتمه ديال التزيين ديالهم غنديرهم غير عاديين هكا، وحتى هما غنضغط عليهم شي شويه. دائما كدير الدقيق ولا نديرو الزيت، يعني كيبقى لنا اختيار. هنايا درتهم في الطاوه. غندوزو الكريه الثالثه اللي غنشكل منها كريات صغيره بزاف. غنجيب هاد المول ديال ليكيش وغندهنهم هكا بالزبده. كندير شي شويه ديال الزبده وندخلهم الفرن. ملي كدو فيهم الزبده كنبدا ندهنهم كاملين بالزبده، كنرشهم بالدقيق باش ما يلتصق، باش العجين ديالنا ما يلتصقناش فيهم. وكندير هاد الكويره الصغيره كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذايا.
وكنديرهم في حتى هما في الطاوة. صافي بهاد الطريقة هادي كنشكل كريات صغيرة باش غندوزو كذلك ملي غنساليهم غندوز للشكل الاخير اللي هو الشكل الرابع اللي غنشكل اللي غندير كويراس كما تشوفوا كويراس يعني متوسطه هكا ما تكونش كبيره ما تكونش صغيره تقريبا يعني بحال الاولين. صافي من بعد هما كنقرصهم هكا وكنديرهم في الطاوه كما غتشوفوا معايا. من بعد ما قرصتهم درتهم في الطاوه غندوز معكم هنايا بالنسبه العاديين اللي ما فيهم حتى شي حاجه. غنجيب واحد الكاس غنديرو في الدقيق باش ما كيلتصق ليناش في العجين ملي نكونوا كنضغطوا عليه. نحاولوا اننا نضغطوا مزيان مزيان ونعاودوا عاوتاني باش كتساع لينا ديك البلاصه وكنخلي العجين ديالنا كامل كيختمر. ندوزو الكريمه كنديرو كاس ديال الحليب ونديرو السكر هكا واحد 2 معالق ولا 3 كبه اختيار. كنضيفو معلقه ديال النشا كنضيفو القشور ديال البرتقال ملي كنكهو ولا كنديرو الفاني نديرو حتى النكهه كتجي زوينه النكهه ديال البرتقال. كنخلط هاد الخليط كنردو على نار مهيله حتى كيتكاتف لينا. هاد الكريمه كتكاتف كنخلي كتبرد جانبا العجين ديالنا كيختمر. هنا ندوز يعني حضرت الكريمه خليتها تبرد. من بعد ما اختمر ليا العجين كنجي البيض كندير معاهم الحليب اما كنختار غير الصفر ديال البيض بوحديتو. الصراحه الصفر ديال البيض كيجيب كريسه زوينه بزاف. نضيفو غير شي شويه ديال الحليب ولا الخل كندهنو ولا نديرو بيضه كامله كيبقى لنا اختيار. هادو اللي درت فيهم هاد الكاس نعمرهم بالكريمه اللي وجدت معكم. كندير على هاد الكريمه هاد الحبيبات ديال الشوكولا. وبالنسبه لهادو ديال العاديين الاخرانيين اللي درتهم في الاخر يعني حتى هما عاديين. من بعد يعني غتبقاو معايا حتى الاخر شوفوا يعني شنو التزيين ديالهم. من بعد هما غير عاديين درت لهم زينتهم شرائح ديال اللوز. بالنسبه لهادو ديال الشوكولا درت لهم حتى هما دهنتهم بالبيض ورشيتهم بالجنجلة الابيض. وبالنسبه للنوع الرابع حتى هو من بعد يعني ما ضاعف الحجم ديالو يعني اختمروا حتى هما كندهنهم بالبيض وكنزينهم هكا انا درت لهم غير كاوكاو قطعته كان عندي كاوكاو محمر قطعته هكا بالموس وزينت به باش كنخالف يعني التزيين. ودرت في الوسط ديالهم واحد لي سوغيز هكا للتزيين. صافي كندخلهم الفرن ويكون نار متوسطه. بالنسبه لتحضير الكريمه يعني كريمه عاديه كريم شونتيي كنضيف معاه واحد الكاس ديال الحليب يكون بارد. الا كان الجو سخون ضروري ديال الحليب ديروه في المجمد عاد نخدموا به. كنطربوها عادي وكنقص منها هكا شي شويه وكنضيف الكريمه اللي بقات ليا اللي وجدتها معكم النكهه ديال البرتقال اللي وجدناها يعني باش ما بقاليش ضيعه ضفتها بغينا نكتفيو غير هكا بالكريمه العاديه كيبقى لنا الاختيار. بالنسبه للفقاص من بعد هكا ما برد ليا شي شويه كنذوب شوكولاط البيض كندهن هذا الفقاص كامل وكنحك عليه نفس نجيب الحكاكه وكنحك عليه الشوكولاط الابيض. وبالنسبه يعني باش كنخالف يعني اللي فيه الشوكولاط اللي كنس الاخر ديال الشوكولاط كندير له ثاني الشوكولاط الاسود كنزينو اما كنحك عليه الشوكولاط واما انا درت الفيرميسيل. وملي كيجمد ليا الشوكولاط كنبدا كنقطعهم. صافي كنقطعهم قطع صغيره
الا كان الفقاص يعني ما فوتناش فيه الطياب من الفوق، من يعني من الجهه التحتانيه، وما يبس ليناش، راه ما كيتفرتش، كيوقع له حتى شي حاجه، كتجي معنا ناجح. وماشي عاوتاني نخليوه ما طيبش، يعني نقطعوه نلقاوه مازال نايم من الداخل، راه يكون الطياب ديالو يعني كامل طيب مزيان من الداخل، ولكن ما نفوتش فيه الطياب. ونفس الشيء مع الفقاص الثاني. هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو رائعين الصراحه. الفقاص ديال التمر هكا ندوزو اتاي، يعني كتحتاج بزاف النوع ديال الفقاص، وسهل يعني ما كياخدش الوقت، وكيجي صراحه لذيذ بزاف مع ديك الشوكولات اللي كندهنوه به. وبالنسبه للبريوش ولا الكريسات، بعد ما خرجتهم من الفرن، كندهنهم هادو اللي فيهم هاد الكريمه باتيسير، كندهنهم هكا بشويه ديال العسل، وكنزينهم بشويه ديال الكوك. بالنسبه هادو العاديين، وهادو هما اللي ندير فيهم كريم شونتيي. وبالنسبه لهادو كما كتشوفوا معايا الشكل ديالهم كيجي رائع، الشكل ديالو كنزينوا المائده ديالنا ديال العيد. الصراحه كيجيو رائعين. هذا ديال الشوكولات حتى هو كيجي زوين بزاف، كيبغيوه الاطفال. الاطفال كيقلبوا على الشوكولات، كيحلوا كيشوفوا على الشوكولات واش كاين ولا لا. هادو بالنسبه هادو ديال الكريمه غنحلهم. قلت لكم انا ديال الكريمه عاد غندير فيهم الكريمه، اللي غندير فيهم الكريمه غنحلهم، غندير فيهم هذيك الكريمه، يعني الكريمه العاديه والكريمه اللي فيها زدت فيها ديك كريم باتيسير، صراحه كتجي رائعه. عاده هادو اللي نكونوا نديروا فيهم الكريمه ما نكرسوهمش بزاف. الوليدات كيخليوهم كاملين كيجيو هادو ديال الكريمه، كيجيو رائعين هادو بزاف. كنزينهم، كنكمل التزيين ديالهم هكا التزيين ديالهم بالسكر كلاصي. وهذا هو يعني البلاطو اللي شاركت معكم، والبريوش اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى يعجبكم، باش كنزينوا المائده ديالنا ديال العيد يعني اشكال مختلفه ولا اي مناسبه، ماشي غير العيد، يعني تحتاجوا بزاف هادو في كل وقت. نتمنى فيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما نسونيش دائما باللايك للفيديو. ولا كنتوا اول مره كتدخلوا عندي القناه، مرحبا بكم والف مرحبا، شكرا لكم بزاف بزاف. وصلنا لنهايه الفيديو، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.